مبدئيا كده الفيديو ده علمي، والناس اللي بتقرف والناس بتوع يعة وكده امشوا بعيد عننا، مش ناقصاكم. المهم، لما اي حد بيجيله دور برد بيخلص المناديل اللي في البيت كلها. ليه ده؟ عشان يمسح انفه من المخاط. طيب ما سالتوش نفسكم قبل كده المخاط ده بيجي منين؟ Many in one. اول حاجه جسمنا بينتج المخاط ده على طول وفي اي وقت، تعبانين او لا. وهو وظيفته الاساسيه انه يخلي الانف والمجرى الهوائي رطب مش جاف. بس ساعة لما الشخص بيصاب بالبرد او الحساسيه الجسم بينتج المخاط دوت بشكل اكبر، وده اللي بيخلي فيه انسداد وسيلان للانف او سعال. حلو بقى لحد دلوقتي، ندخل بقى في شويه تفاصيل صغيره. اللي بينتج المخاط ده شويه خلايا متبطنه في السطح الداخلي للانف، وفي شويه شعيرات صغيره اسمها اهداب هي اللي بتحرك المخاط دوت للمكان اللي بنبلع منه لحد ما يوصل للمعده ويتحلل هناك. وجسمنا في الطبيعي بينتج كل يوم من لتر ل 2 لتر من المخاط. بس اصابه الجسم ببرد او حساسيه او جيوب انفيه او اي حاجه بتسبب الالتهاب في الشعب الهوائيه العلويه بسبب مثلا غبار او دخان شديد، في الحالات ديت بيتم انتاج كميات كبيره جدا من المخاط عشان تحجز الجراثيم وتتخلص منها. يعني هو خط الدفاع الاول لجسمك من الجراثيم اللي ممكن توصل للرئتين. وفي الحقيقه لون المخاط ده بيدل على كذا حاجه. يعني مثلا لو شفاف فده الطبيعي اللي بيتم انتاجه كل يوم، وبيتكون من ميه وبروتينات واجسام مضاده واملاح دايبه، وده برضو اللي بيظهر في اول ايام الاصابه في البرد. ولو لون المخاط اصفر او اخضر فده بيدل على خلايا كرات الدم البيضاء اللي بتحارب العدوى. ولو لون المخاط ابيض فده بيدل على ان عندك احتقان وان الانسجه الهوائيه ملتهبه، ودي علامه على وجود نزله برد. ولو لونه احمر فده بيدل على وجود جرح في الانف. واخيرا واغرب حاجه، لو لون المخاط اسود فده بيكون نتيجة مثلا للتعرض الكتير جدا من الدخان في أماكن العمل زي مثلا المناجم، أو ممكن يكون بسبب وجود التهابات فطرية.